مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهارده بداية السنة المصرية القديمة، اليوم الأول من شهر توت لسنة 6267. المصريين كانوا بيحيوا بعض في رأس السنة، كان ليهم تحية معينة بيقولوا فيها وبت رنبت نفلت. وب يعني بداية، بت يعني راس، رنبت يعني سنة، نفلت معناها حلوة أو جميلة. يلفت نظرنا هنا كلمة بت اللي هي راس. حتى المصري القديم كان بيكتبها بالخط الهيروغليفي، كان بيكتب لها شكل راس بني آدم في وضع كده بروفايل، و بيقول عليها تب. وبرضه هي جاية معايا في كلمة توب في الإنجليش. فيعني خلينا في اللي يخصنا، احنا بنقول راس السنة وهم بيقولوا برضه راس السنة، فحتى لو اللغة اندثرت مع الأسف، لكن احنا لسه عايشين بنتكلم بنفس الطريقة. تب راس السنة، تب راس السنة. كل سنة وانتم طيبين. رقم السنة 6267. عايزين نعرف الرقم ده جه منين. المصري من ساعة ما نزل لوادي النيل، احنا عارفين المصري كان من حوالي 12,000 سنة كان عايش على مصر كلها، وما كانش حتى في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية كانوا جزء مطير، يعني كانت الحياة فيه مقبولة، أو كانت الحياة عايشة على شكل بدائي على الرعي وعلى الصيد وعلى الثمار وقطف الثمار والكلام ده. بعد كده بمرور الوقت المية قلت، حتى المطرات، بالتالي هو حب يدور على مصدر ثابت للمية، فكان اللي بوادي النيل. لما المصري استقر في وادي النيل بدأ يركز شوية على اللي بيحصل حواليه، فهو حب يعمل زراعة، بالتالي حب يعمل مواسم للزراعة، يعرف المية هتيجي امتى، يعرف يبتدي في البذور امتى، يبتدي يكافح الآفات امتى يعني. anyway، فالمصري بدأ يحط سنة مصرية اللي هي بتبدأ بحاجة اسمها الشروق الاحتراقي لنجم السيروس أو نجم السودت أو نجم الشهر اليماني. السودت ده كان هو نجم الفيضان، واتعرف بالإنجليزي بنجم اسمه السيروس، وكمان اتعرف بالعربي بنجم الشهر اليماني. بيحصل فيه حاجة اسمها شروق احتراقي. الشروق الاحتراقي اللي هو أعلى أو بداية تسجيل شروق النجم دوت قبل الفجر بتاع اليوم، يعني النجم ده مش بيكون موجود، بيكون مختفي. بعد كده النجم دوت اول ما يشوفوه ظهر قبل الفجر يسموا الظهور دوت الشروق الاحتراقي. ده حصل امتى؟ ده حصل سنة 4241 قبل الميلاد. في اليوم ده حصل تسجيل الشروق الاحتراقي، سوري 4241 قبل الميلاد. 4241 قبل الميلاد يوم 1 توت اتسجل الشروق الاحتراقي، وده كان بداية السنة المصرية. فاحنا بنجمع رقمين مع بعض، رقم ثابت اللي هو 4241 اللي هو لما سجلنا اول شروق احتراقي، وقلنا شروق الاحتراقي معناها اعلى او اول سطوع للنجم ده قبل فجر اليوم. الرقم الثاني اللي هو هيكون الرقم بتاع السنة الجاية، السنة الميلادية الجاية. احنا بنقول السنة الجاية 2026، نجمعها على 4241 هيدينا النتيجة بتاعة 6267. ده السنة المصرية اللي احنا فيها. احنا عرفنا ان هو خلاص ان هو بيجمع 4241 مع رقم السنة الجاية. طب هو ليه مش بيجمع رقم السنة دي؟ لأن السنة دي اللي هي 2025 باقي فيها 3 شهور وتخلص، بالتالي الجزء الأكبر من السنة المصرية هيكون مع السنة الجاية مش مع السنة دي، لسه دي سنة مصرية لسه بادئة، بالتالي الجزء الأكبر من السنة المصرية هيكون مع السنة الميلادية الجاية، فبيجمع الرقم بتاع السنة الميلادية الجاية. المصري عموما لما ركز مع الفلك كان في عنده 3 حاجات أساسية كان بيركز معاها وبيحب يركز وهو بيشوفها. أول حاجة كان يجي شعر اليماني اللي هو بيبعد عن الأرض ب5 سنين 6 شهور ضوئية. تاني حاجة كان بيشوف النجم السيريس دوت هو رمز للفيضان ورمز لبداية السنة ورمز للفأل الحسن، واترمز له بالمعبودة إيزيس، فهو حتى لما كان بيرسمه كان بيرسم إيزيس وفوق دماغها في نجم. ده أول حاجة كان بيركز معاها. تاني حاجة كان بيركز مع
مجموعة نجوم الجبار. هي مجموعة نجوم الجبار أو تحديدا مجموعة حزام الجبار. كان في مجموعة نجوم لما بيوصلوا بين كل نجمة والتانية بخط، كانت مجموعة النجوم بيدوا شكل الجبار أو شكل المحارب. المحارب ده كان فيه 3 نجوم جنب بعض كانوا بيدوا شكل الحزام، فسموهم حزام الجبار أو حزام الأولمو. وسمى كمان المجموعة دي صاحو أو وسع الخطى، وكان بترمز لها بالمعبود إوزوريس اللي كان بيعبر عن العودة، وبيعبر عن الاستمرارية، وبيعبر عن البعث والخلود. دي كانت مجموعة نجوم بيركز معاها. ثلاث مجموعة نجوم دي كانت نجمة واحدة اللي هي الشمس اللي كان بيتربط لها ذراع. عندي إيزيس كانت هي الشعر اليماني أو كان بيسميها سيروس، أو هو كمان بيسميها بالياباني في سدت. كان مجموعة الجبار اللي كان بيسميها صاحو اللي هي الأوريون، حزام الأوريون. ثالث نجم كان بيركز معاها اللي هي رع اللي هي الشمس. دول الثلاث نجوم اللي كانوا فارقين معاه. المصري كمان تخطى موضوع الفلك والنجوم إن هو بس يعرف بيه يزرع إمتى والنيل جاي إمتى أو الحاجات دي. وصل كمان إن هو بدأ يهتم بعلاقة النجوم والمزاج العام للإنسان. يعني بدأ يحط شوية محددات عشان يقول لك اليوم ده حلو واليوم ده مش أحسن حاجة. وده مش مجرد كلام، لكن ده اتسجل بالتحديد في حاجة اسمها كايرو كالندر، وهي بردية. البردية دي موجودة في المتحف المصري، رقمها 86637. أنا بقول الرقم علشان بس يبقى مش بنتكلم عن حاجة في الهواء. دي بردية موجودة في المتحف المصري، ودي بترجع لفترة رمسيس الثاني، يعني ما بين القرن ال 12 أو 13 قبل الميلاد. اتلاقت في جبان دير المدينة في الأقصر. البردية دي سموها كمان لاكي داي وانلاكي داي، ودي كانت بتعبر للناس أو بتوري الناس الأيام اللي فيها الشغل حلو، لا الشغل مش حلو، الشغل كويس، الشغل وحش، السفر كويس والسفر وحش، وهكذا. مش هنتناقش في الموضوع من ناحية الحلال أو الحرام. أنا هنا بديك معلومة كان حاجة كانت بتحصل. ولو إن إحنا كمان دلوقتي نفسنا يعني لما بنسمع عن الأرصاد الجوية ونشوف الأرصاد، هو رابط وجود مرتفع جوي أو منخفض جوي مع سرعة ريح مع شوية حاجات مع بعض ممكن تديله تنبؤ بحالة الجو. وهو برضه هنا رابط شوية حاجات مع بعض ممكن تديله تنبؤ عن حالة مزاج الإنسان. هل ده كان سحر؟ ما اقدرش اقول انه سحر، لانه السحر مرتبط اكتر بالشيء المجهول او تحريك شياطين او خلافه، لكن ده هو بيديك حاجات عاديه جدا. بيقول لك ان الشمس لما تكون موجوده في المكان الفلاني هيحصل كذا. طب موجوده فين الشمس؟ المصري القديم عمل حاجه ثالثه قويه جدا وسماها الزودياك او مجموعه البروج. ان هو بدا يرسم السماء والنجوم المهمه اللي موجوده في السماء. النجوم المهمة دي بدأ يديها أشكال وبدأ يرتبها ترتيب معين. يعني لما نبص على مثلا الزودياك بتاع دندرة. زودياك دندرة ده كان سقف في جزء من معبد دندرة. معبد دندرة دوت مكانه 60 كيلو جنوب سوري شمال الأقصر. سقف المعبد المصريين قدروا يرسموا السماء وبدأوا يربطوا النجوم مع الكواكب مع الأبراج مع بعض. راح فين الزودياك ده؟ مع الأسف الحملة الفرنسية سرقت الزودياك ده، فكته سرقته، والموجود حتى حاليا ده ريبليكا مش هو الأصل. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم واستنونا الحلقة الجاية.